وراه كل شيء معروف، شيء مجهول، ووراه كل واقع خيال، ووراه كل شيء طبيعي، شيء غير طبيعي. كل المطلوب منك دلوقتي انك تجيب سماعتك الجميلة وتقعد في مكان هادي وتقفل النور، علشان احنا النهاردة هنفتح باب الغرفة 13 ونتعرف على أسرار ما وراء الطبيعة، ومنها موضوع الحلقة. شغلي بعيد عني والطريق طويل، ده غير اني بشتغل شيف بالليل فبروح متأخر حوالي الساعة 11 بالليل. وفي يوم كان الطريق زحمة فقلت اخد الطريق المختصر، بس الطريق ده بيعدي على مقابر. عديت من الطريق بس كان فاضي، قلت يعني هو مفيش حد غير يستغل الفرصة انه ياخد الطريق المختصر علشان الزحمة اللي بره. فضلت ماشي وانا ما كنتش حاسس بالامان، وفي نفس الوقت عمال انام على نفسي من تعب الشغل. وانا وماشي لقيت عواميد النور بدأت تقفل واحدة واحدة لحد ما فصلت خالص. طريق بقى ضلمة. شغلت كشاف العربية، بس أول ما شغلته لقيت واحدة بتشاور لي واقفة قدام العربية بالظبط. دوست فرامل بكل قوتي علشان أتفادى إني أخبطها، وفعلا وقفت قدامها بالظبط. كانت لابسة فستان مليان دم وواقفة مصدومة. ده قبل ما تيجي تجري عليا. خبطت على ازاز العربيه وهي بتبص وراها على الشارع الجانبي وبتقول لي الحقني الحقني بسرعه. ما كنتش فاهم مالها وايه سبب الرعب اللي في عينيها ده. فتحت ازاز العربيه وقلت لها ممكن تهدي وتفهميني فيه ايه. لقيتها بتخبط على الباب بعد ما حاولت تفتحه ومعرفتش، وفعلا فتحت لها وركبت ورزعت الباب وراها. كانت بتنهج ومرعوبه. بصت على الشارع اللي كانت جايه منه وهي بتقول اتحرك بسرعه اتحرك بسرعه قبل ما يجوا. هما مين اللي يجوا؟ انا مش فاهم حضرتك فيه ايه. بس بدون اي مقدمات لقيت حوالي شخصين، 3، لا لا لا، دول 4 اشخاص جايين علينا من الشارع ده. دول حراميه ولا عصابه ولا ايه دول؟ حركت راسي علشان اشوف ملامحهم. ساعتها حسيت برعشة ضربت جسمي كله. ما كانوش أشخاص طبيعيين. مش عارف اللي شفته ده صح ولا لأ، بس كان أشكالهم غريبة، وشوشهم كأنها مشوهة ونازل منها دم كتير. ملامح مش طبيعية، هدومهم مقطعة. كانوا جايين ناحيتنا بيعرجوا بالراحة وجسمهم طويل. أول مرة أشوف بني آدمين بالطول ده. كانوا ماسكين أسلحة في إيديهم، سكينة كبيرة وحاجة شبه الشنيور وحاجة تالتة مش عارف هي إيه. فجأة حركتهم بدأت تبقى أسرع. ما كنتش عارف أعمل إيه. جسمي اتشل. أنت مستني إيه؟ اتحرك بسرعة. صرختها فوقتني. شغلت العربية وبدأت أرجع بالعربية لورا. كانوا لسه بيعرجوا بنفس السرعة ناحيتنا. كل حركة منهم كانت بتخلي ضربات قلبي تزيد. فيت بالعربية بسرعة ومشيت عكس الاتجاه. بس المشكلة لما بصيت عليهم في المراية ما لقيتهمش. اختفوا مرة واحدة. مين دول؟
انا كنت سايق عربيتي وفجأة لقيتهم ظهروا قدام العربية، ومن الرعب سبت العربية ونزلت اجري. صعبت عليا، حاولت اهديها، لكن اهديها ازاي وانا مش قادر حتى اهدي نفسي؟ ايه الكائنات الغريبة دي؟ نبضات قلبي كانت بتزيد اكتر واكتر. ممكن توصفي لي بيتك علشان اروحك؟ حاضر. بدأت على وصف البنت ادخل في مفترقات طرق علشان اوصلها لبيتها، واحنا وماشيين بصيت عليها عشان اشوفها هديت ولا لسه منهارة، بس كانت لسه حاطة ايديها على وشها، فقلت لسه بتعيط اكيد الموقف صعب عليها. استنيت شوية وركزت في الطريق وقلت لما ابص عليها تاني. بصيت مرة تانية على الجزء اللي باين من كفين ايديها، حسيت بحاجة غريبة. بشرتها بقت غريبة جدا، وشها بالذات، جلد وشها بقى غريب غير أول مرة شفتها لما ركبت العربية. كأنه بقى جلد متقطع، أو ممكن ما يكونش وش بني آدم أصلا. حسيت بنبضات قلبي رجعت تدق بسرعة تاني، ورعشة مسكت جسمي كله. لقيتها بتسألني هو لسه فاضل كتير على البيت، وهي لسه مخبية وشها. كنت لسه هقول لها لأ خلاص قربنا، بس من التوتر مش قادر أتكلم. خلاص قربنا، أنا عارفة. أنا حاسس بحاجة غريبة، هي مخبية وشها ليه؟ وليه كل الشوارع اللي مشيتني فيها كانت ضلمة؟ حاسس إن في حاجة غلط، ومش عارف أعمل إيه. أنزلها هنا وأمشي ولا أعمل إيه؟ أنا للحظة فكرت إني أفتح باب العربية وأزقها منها. وصلنا خلاص، قالتها لما لقيت نفسي وصلت عند مكان غريب. كان بيت زي أنقاض أو بواقي مبنى متشال وسط مكان فاضي تماما، كأنها صحراء، مكان مقطوع. فضلت أسأل نفسي أنا فين وإيه الطرق اللي مشيتني فيها. حاولت أفتكر الطريق علشان أعرف أرجع، لكن نسيت كل حاجة حرفيا، كأني في بلد تانية غريبة عن بلدي. كمية تصورات جت في دماغي لكل اللي ممكن يحصل، لكن لقيتها فتحت الباب عادي ونزلت، وقالت لي شكرا من غير ما توريني وشها. استغربت انه ما حصلش اي حاجة مرعبة او اكشن، لكنه لسه هتحرك بالعربية سمعت اصوات غريبة، كذا صوت ورا بعض، كأنه صوت فرقعة. فجأة لقيت حاجة خبطت جامد على الشباك اللي على شمالي. بصيت بسرعة لقيت وشي لازق في الإزاز، جسمي اتنفض، وش مشوه مرعب، بيبتسم ابتسامة مبينة أسنانه اللي شكلها مرعب أكتر من وشه. حاولت أتحرك بالعربية بسرعة، لكن العربية ما ساعدتنيش، لأن اكتشفت إن صوت الفرقعة اللي أنا سمعته ده كان صوت الأربع كاوتشات بتاعت عربيتي. قلبي كان عمال ينبض بسرعة، مش عارف أعمل إيه، عايز أصرخ من الخوف، لكن لمين وأنا في مكان مهجور؟ فجأة سمعت صوت على الشباك اللي على يميني. بصيت لقيت واحد تاني، نفس الوش المشوه اللي مليان دم وجلده متقطع ونازل منه حشرات. أنا حاسس إن قلبي هيقف.
متشل ومش عارف اعمل ايه. فجأة سمعت صوت الباب اللي ورا بيفتح وصوت ضربة جامدة واغمى عليا. مش عارف اغمى عليا من الرعب ولا من الخبطة اللي خدتها على دماغي، بس انا حاسس بصداع شديد. فتحت عيني واحدة واحدة، لقيت نفسي شايف كل حاجة بالمقلوب. كنت متعلق من رجلي الاتنين بحبل في السقف في أوضة ضلمة تماما، ونور ضعيف ظاهر من لمبتين لونهم أصفر في الأوضة. أنا فين؟ لقيت الباب اتفتح ولقيت 3 أشخاص داخلين ورا بعض. واحد فيهم عمال يبصلي ويضحك ضحكة مستفزة. قعدوا الاتنين على الكراسي، والتالت كان ماسك سكينة كبيرة وعمال يحركها في آلة سن السكاكين. قلت لهم وانا بصرخ من الخوف: انتوا عايزين مني ايه؟ فجأة الباب فتح ودخلت واحدة. ايه ده؟ ازاي؟ انتي معاهم؟ ده انا انقذتك. لقيتها ما ردتش عليا. فجأة لقيت الشخص اللي بيسن السكينة شاور لواحد من الاتنين اللي قاعدين على الكراسي، فقام من مكانه وبدأ يسيب في حبل كان مشدود ومربوط في ماسورة. فلقيت نفسي عمال بنزل لتحت، والشخص اللي بيضحك كان عمال يتنطط من الفرحة وبدأ يسقف: انتوا هتعملوا ايه يا مجانين؟ سيبوني امشي. لقيتهم التلاتة مرة واحدة جم عندي وفكوني من الحبل وكتفوني وقعدوني على الكرسي وربطوني فيه. والبنت كانت قاعدة قدامي. بصيت في وشها، كان غريب فعلا، كأنه قناع على شكل جلد. فضلت أركز لحد ما لقيته قناع وش خنزير. أيوة، وش خنزير. قلت لها: ليه عملت كده؟ ليه؟ لقيتها بدأت تعيط وبتقول لي: أنا آسفة، كنت خايفة منهم. فجأة لقيت اللي ماسك السكينة قرب مني، قرب السكينة من رقبتي، وأول ما لمست رقبتي لقيتني بصرخ وبتهز جامد في مكاني لحد ما رقبتي اتفتحت، دم ملاها. كنت حاسس بسخونته وهو نازل. كنت عمال أبكي من الوجع والخوف، بس بدأ يكرر نفس الحركة مع إيدي ورجلي. فضل يجرح بالسكينة في أجزاء جسمي كله. كنت بصرخ من الألم وعيني بتستنجد بالبنت اللي قاعدة قدامي. فجأة لقيت واحد منهم مسك الشنيور وشغله. رعشة جسمي بقت فوق الطبيعي. لقيت الشخص اللي عمال يضحك شد منه الشنيور وهو بيضحك وقرب مني، بدأ يحفر في رجلي بالشنيور. صرخت من الألم، ألم لا يوصف. من كتر الألم كنت حاسس إن الدنيا بتسود وبموت خلاص، أنا بفارق الحياة. لقيت نفسي بعدها بفترة ابتديت أفتح عيني، ابتديت أفتح تاني، وأنا حاسس إن جسمي كله مولع نار، ولع من الوجع. ساعديني حرام عليكي. خبت وشها وهي بتعيط وحاسة بالندم. هي ليه عملت كده؟ فجأة شفت واحد منهم ماسك أداة زي اللي بيستخدمها الحدادين، بتطلع نار وبيقرب مني. قلت له: لا، كفاية حرام عليكم، أنا مش قادر.
قرب مني اكتر. بدأت احس بحرارة النار بتقرب من وشي، حاسس بجسم ضعيف جدا، مفيش اي رد فعل. انا مش قادر اتحرك، والنار بتقرب من وشي، وعمال بصرخ من الوجع، وشي عمال يتحرق. مرة واحدة لقيت مية ساقعة متلجة بتتكب على وشي. ابتديت أجمع رؤيتي لحد ما شفتها. كانت بتشيل القناع اللي على وشها. وشها كان غريب، كأنه محروق. لقيتها بتصرخ وبتقول لهم كفاية كفاية كده. وبعدها فقدت الوعي تاني. بدأت أفوق واحدة واحدة وأنا حاسس بصداع شديد في راسي. لقيتني في مكان غريب كله أبيض، إيديا ورجليا مربوطين، وفي حاجة على دماغي، واحدة واقفة قدامي عمالة تصرخ وتقول كفاية. دي هي نفس البنت اللي شفتها من شوية، بس وشها كان معمول له عمليات تجميل تداري الحروق اللي حصلت لها. أنا مش فاهم حاجة، أنا فين؟ سمعت صوت جاي من على يميني بيقول لي من شهرين تقريبا كان في واحدة سايقة عربيتها، وظهر قدامها شخص طلب منها تساعده وتركبه معاها، وفعلا ركبته معاها. قال لها ان في 3 اشخاص وقفوا عربيته وحاولوا يموتوه، وساعدته واتحركت فعلا بالعربية وهي بتهرب من الاشخاص دول. بعد ما طلعوا لها فضل يوجهها لأماكن على أساس إنه أقرب مكان يقدروا يلاقوا فيه مساعدة. وبعدين اكتشفت إنه كان فخ مصيدة وهي وقعت فيها. الأشخاص دول مارسوا عليها كل أنواع التعذيب في سبيل تلبية احتياجاتهم النفسية. أيوة، أنت هنا في أكتر مكان فيه مرضى نفسيين، بس مش أي مرضى، دول مرضى بمرض جديد جاي من شبكة الواقع الافتراضي الماسوني. ده مرض قايم على الذكاء الاصطناعي اللي بيقدر يخترق الجسم بسهولة جدا ويبتدي ياكل في الجلد، وبيساعد على نمو عضلات الجسم مرة تاني لحد ما بيخلي الجسم يطول ويبقى فيه قوة رهيبة، ويبقى الإنسان مش مدرك هو بيعمل إيه. هو كل اللي عايزه إنه يشبع رغباته النفسية اللي مش بتنتهي غير لما يعذب أي شخص قدامه. وإنت والبنت دي هتبقوا علاج لفترة، وبعدين هتبقوا معانا في المجموعة وهتساعدونا نجيب ناس تاني. الساعة 10:30 بالليل، واقف في شارع جانبي في المقابر. رحت أقطع أسلاك عواميد النور، وأول ما حسيت إن في عربية جاية، إيه ده، في إيه؟ مالك واقف في نص الطريق كده ليه؟ افتح الباب بسرعة، ساعدني، في 3 عايزين يموتوني. اركب بسرعة. إيه دول؟ أشكالهم عاملة ليه كده؟ دول مش بني آدمين. اتحرك بس بسرعة وأنا هقولك. انت ليه طول الطريق حاطط ايدك على وشك؟ ممكن تفهمني؟ احنا وصلنا خلاص، شكرا جدا. لحظة واحدة، ايه المكان المقطوع ده؟